حبايبي، ازيكم؟ النهارده هكون معاكم في يوم من ايامي في رمضان، بس هيكون اليوم بتاعي اللي هو وقت السحور. هي دلوقتي الساعة 1. هقول لكم بقى انا يعني بعمل ايه بالليل ولحد ما اتسحر وكده. المهم، طبعا انا عندي المطبخ يضرب يقلب. هقول لكم ليه دلوقتي. بس اول حاجه هعملها ان انا هدخل الحاجات ديت او الاطباق ديت غسالة الاطباق. اوكي، وبعد كده هرجع لكم واحنا بنغسل بقيه الحاجه على ايدي علشان ادردش معاكم واقول لكم ليه المطبخ يضرب يقلب وليه انا طلعت لكم بالليل. طيب هنبتدي بقى نغسل الحاجة. بصوا، عايزه اتكلم معاكم، او يعني اقول لكم انا ليه طلعت لكم دلوقتي. انا ما كنتش ناويه خالص يعني اعمل لكم فيديو بالليل وكده او كده. بس يلا اديني عملته. بصوا حبايبي، انا هقول لكم بقى ليه المطبخ يضرب يقلب وليه انا طلعت لكم. اولا كده، النهارده ايه؟ النهارده الجمعه، اللي هو تاني جمعة في رمضان. خلاص، زي ما قلت لكم الساعة دلوقتي 1:15 بالليل. النهاردة انا بقالي 24 ساعة يعني صاحية، ما نمتش خالص. كان عندي النهاردة تصوير فيديوهات ليكو، استندات ميك اب وكده. المهم، امبارح كان يوم تمام وزي الفل وعادي جدا. صحيت النهارده الصبح الساعة 8 الصبح على حاجة مش لطيفة خالص خالص بالنسبة لي، حاجة سيئة يعني. طبعا انا يومي اتقلب 180 درجة. فضلت اقاوم واقول يعني حصل لي كده موقف وانه مشكلة صغيرة، وقلت لا ان شاء الله هتتحل وكده. بس للأسف اكتشفت بقى على بالليل ان ملهاش اي حل خالص. المهم، ف رحت ونزلت، رحت صورت. طبعا بقى انا نازله في الحر والصيام، وانا كمان الموقف اللي حصل لي ده، فكل ده ضغط عليا، ده غير ان انا ما نمتش، فيعني حاجه قلة الادب قوي بصراحه. رحت صورت وجيت تقريبا، جيت الساعه، انا نزلت من البيت الساعه 1 الظهر وجيت الساعه 4:30 تقريبا. طبعا جيت دخلت على المطبخ على طول علشان اعمل فطار. تمام. عملت مكرونه وفراخ، سلقتها وحمرتها. والمكرونه اصلا سوري، الفراخ اصلا انا كنت متبلاها وحطاها في الفريزر وكده يعني، فهي كانت جاهزه ان انا اطلعها واسلقها على طول. تمام. بعد كده طبعا بقى انا يعني مودي النهارده وحش، اصلا وحش يعني جدا. وانا بقى فيا عيب وحش قوي بقى، قوي قوي قوي. انا لما حاجه بتزعلني او لما يحصل لي موقف مش لطيف او ايا كان، تلاقوا بقى يعني مش عايزه اعمل اي حاجه خالص. لو هسيب البيت يضرب يقلب، لو الدنيا كلها اتهدت قصادي، مش عايزه اخرج من باب اوضتي، عايزه افضل قاعده لوحدي. بعيش في مود وحش قوي يعني. وطبعا ده غلط، بس للاسف ديت عاده فيا ونفسي ابطلها. فجبت عشان اعمل فطار وانا بقى في يعني نفسيتي في الارض، ومش لاقيه نفسي اعمل اي حاجه، بس مضطره يعني في صيام وكده. بعدين
شايفين انا مش مركزه اصلا، يعني انا معاكم والله بجد، انا مش في المود خالص. هغسله تاني. المهم بعدين عملت الفطار وكده، فضلت بقى ايه احاول احل المشكله اللي حصلت لي دي، بس للاسف مفيش، مش عارفه خالص. واكتشفت في الاخر ان ملهاش حل يعني. فطبعا ده نكد عليا اكتر وزعلني اكتر. ومن الساعه من بعد الفطار على طول طبعا فطرت، وانا اساسا ماليش نفس الفطار خالص، يعني هو جوزي حتى هو اللي غصب عليا ان انا اكل عشان اطلب طولي وكده، لكن انا والله ما كانش ليا نفس خالص. يلا الحمد لله. بعدين من بعد الفطار لحد دلوقتي، لحد الساعه 1 بالليل، والله يا بنات انا قاعده في الاوضه ما عايزه اخرج منها خالص. المطبخ بقى يضرب يقلب، تمام. مش قادره اعمل اي حاجه خالص، ومش قادره اقوم، وعايزه اقعد لوحدي. فضلت حتى مش عارفه انام، يعني حاولت انام وكده مش عارفه. فلقيت فجأة كده الساعة 1:10، قلت ايه ده؟ لا انا يعني شكل المطبخ موترني اكتر، يعني انا متضايقة وكمان شكل المطبخ موترني وفي سحور. طب يعني انتوا عارفين انتوا لما تلاقوا الحاجة مكركبة قصادكم نفسيتكم بتتعب اكتر. المهم فقلت لا انا هقوم، واللي هيشجعني ان انا افتح الكاميرا واصور لكم، او اكون معاكم كده. هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخرجني عن الموضوع. وفعلا جيت وفتحت الكاميرا وبقيت معاكم دلوقتي. انا اسفه طبعا، يمكن دي اول مره من ساعه ما عملت القناه اطلع واتكلم معاكم في حاجه مضايقاني شويه وكده، بس انا اسفه والله يا بنات بجد، انا اسفه جدا، بس مش قادره يعني والله بجد. قلت يمكن لما اتكلم معاكم، يمكن لما اقوم كده انتوا هتشجعوني ان انا اعمل المطبخ واطلع من المود اللي انا فيه وكده. وقولوا لي اعمل ايه في العاده الوحشه اللي عندي دي، لما اي حاجه بتزعلني او اي حاجه بتحصل لي بتاثر فيا جدا والله العظيم، يعني بطريقه اوفر، حساسه زياده عن اللزوم بشكل غلس. عارفين انتوا الغلس بجد؟ يعني ممكن اقعد اعيط كده 24 ساعه ما عنديش مشكله خالص. وهو ده اللي حصل النهارده والله يا بنات، يعني قعدت اعيط عياط، يعني نفسيا مش متظبطه خالص. الحمد لله. بس فقلت بقى ايه اكون معاكم ونشوف هنتسحر ايه، او تشوفوني انا بتسحر ايه. بتسحر اكل طبيعي جدا، مش افتكاسه يعني. بتسحر فول وطعميه وعيش وجبنه، وبعمل شاي على لبن. بس كده، ده السحوري. وبصراحه يعني السحور ده بيشبع جدا جدا. وعايزه اقول لكم انه مش كل يوم طعميه، لان طبعا زيوت بقى وحاجات مش لطيفه وكده، الزيوت غلط طبعا. بس يعني هو كل يوم فول، لكن الطعميه لا مش كل يوم. بس يعني بتسحر طعميه بس مش كل يوم. بس النهارده عشان قلت بقى ايه انا معاكم في الفيديو كده، فنجيب طعميه عشان كمان نفسي فيها وكده. بس كده حبايبي، قولولي بقى اعمل ايه في العاده الوحشه اللي عندي دي. بحاول اخرج منها باي حاجه، يعني مثلا جوزي قال لي تعالي نخرج مثلا، مش قادره، يعني مش قادره. انا لما بزعل بحس ان جسمي وجعني جدا، وعندي طاقه سلبيه وحشه قوي قوي قوي. فدي حاجه رخمه قوي، وانا مش عارفه اطلع منها ازاي بصراحه، مش عارفه. طيب بصوا بقى حبايبي، انا هقول لكم بقى حاجه تفرحكم. يعني بلاش بقى انكد عليكم اكتر من كده، انا اسفه.
انا بقى النهارده رحت صورت زي ما قلت لكم ماركات للميك اب وكده، حاجات اتطلبت مني. صورت ماركتين، ماركه طلبت مني كتير جدا جدا جدا، الاسعار بتاعتها بعد زياده الدولار، فصورتها لكم حبايبي. وماركه تانية جديده بس يعني شكلها ماركه حلوه، انا طبعا لسه ما جربتهاش، بس لما صورت الفيديو وشفتها لا شكلها ماركه محترمه. ان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات ديت. وعايزه اقول لكم ان في خصم على الماركتين دولت، تمام؟ حاولوا تستغلوا الخصم بقى يا بنات، تروحوا المحل وتستغلوا الخصم، لان الخصم هيقعد من اول ما الفيديو ينزل لحد يوم الوقفه بتاعه العيد، تمام؟ فلازم لو انت محتاجه حاجه يعني من الماركه دي او ديت، روحي واستغلي الخصم، لان الخصم معمول يعني لبنوتات قناتي وكده. فدي حاجه لطيفه ان انت تروحي وتستغلي وفي هناك ناس بتفهم يعني في الميك اب وكده، ما تقلقيش وهيساعدوكي. وان شاء الله انا هصور في المحل ده كتير، لسه في كذا ماركه هصورهم، لانه المحل بصراحه حلو قوي يعني، بجد والله حلو قوي. وان شاء الله يا حبايبي الفيديوهات دي تعجبكم. يعني انا امبارح والله كنت فرحانه جدا ان انا بقى نازله ورايحه اصور لكم، اي نعم في الصيام وكده، بس مش مشكله، كنت فرحانه عشانكم والله. لان بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، انا بموت فيكم والله يا بنات، انتوا ما تعرفوا انا بحبكم قد ايه. انا ما اعرفكوش خالص، لكن بحبكم جدا، بحبكم من تعليقاتكم المحترمه، بحبكم ان انتوا بتشجعوني، ان انتوا بتحبوني، حبكم واصل لي. فدايما بفكر فيكم والله، ودايما ببقى عايزه افرحكم باي شكل. فانا كنت نايمه فرحانه ان انا نازله وهصور لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها وكده، بس الحمد لله بقى صحيت على الحاجه اللي مش لطيفه دي، بس الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. المهم بس ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات وتبقوا مبسوطين وفرحانين وكده. كمان يا بنات عايزاكم تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، دايما بكون هناك، ودايما معرفش ايه حكايه الموبايل اللي عمال كل شويه يبعتلي، تمام؟ بقول لكم يعني دايما بكون هناك، ودايما يعني كل تحركاتي بعرفها للبنات، اي حاجه بتحصل حلوه وحشه هما معايا على طول. انا بحبهم قوي قوي قوي، وبنات سكر ومحترمه، وانا بعشقكم جدا. بنات الانستجرام بتوعي وبنات الفيسبوك اللي دايما بيعلقوا لي، عشان خلاص انا يعني حفظتهم وكده، فانا بعشقكم بجد، انتوا ناس يعني تجنن، فربنا يخليكم ليا بجد. فبقول لكم حبايبي بقى اللي مش متابعني عليهم، لا تابعوني، دايما بكون هناك ومع بعض على طول يعني، عشان حتى لو حصل لي اي ظروف مثلا ومش عارفه انزل فيديو فبعرفهم على طول، او مثلا مسافره في حته او كده فبعرفهم، فانتوا كمان عشان تعرفوا انا فين وتحركاتي ايه وكده. طيب كنت عايزه اتكلم برضو معاكم في نقطه مهمه جدا بالنسبه للاستندات الميك اب، تمام؟
طبعا انا مش قادره اقول لكم انا بيجيلي كومنتات قد ايه، مش كتير طبعا، يعني مثلا نقول 10 كومنتات، تمام، او 10 اشخاص على الفيديوهات اللي انا صورتها كلها، يعني ناس قليله قوي، يخشوا يكتبوا لي انت بتصوري الاستندات ديت علشان الفلوس، او انت بتعملي دعايه للمكان ده او كده، يعني انت مش بتعمليه لينا. طيب انا هقول حاجه عشان بس نقفل الموضوع ده، لان في فيديوهين جايين استندات وكده، فانا مش حابه خالص ابدا اشوف كومنتات بالمنظر دي عندي، عشان لو انا شفت انا هعمل لك بلوك. انا اسفه جدا بس خلاص بقى، لان انا فاض بيا. تمام. اولا مش عيب ومش غلط ومش حرام ان انا اعمل دعايه لمحل محترم بيبيع ميك اب محترم، بيعمل خصومات ليكوا انتوا، تمام، خصومات كويسه على الميك اب. يعني مش عيب ومش غلط ان انا اعمل لهم دعايه، ما دام احنا ماشيين في السليم وما دام احنا ماشيين بما يرضي الله، خلاص يبقى فيها ايه لما اعمل دعايه للمحل؟ انت كشخصيه يضايقك في ايه؟ طيب انت بتقولي انت بتعملي كده عشان الفلوس. بصي انا هقول لك حاجه، بالنسبه للفلوس خط احمر، يعني انت ما ينفعش تتعدي حدودك معايا، تمام، وتقولي لي الكلام ده خالص، لان انا الحمد لله مش محتاجه. خلاص انا لما بعمل كده حبا فيكوا يا بنات وحبا في قناتي طبعا، تمام. لكن مش فلوس والكلام ده لا خالص. ممكن لو انت مكاني كنت انت هتفكري في الفلوس، وكنت انت هتعملي بالفلوس، وكل حاجه هتبقى عندك بالفلوس، لان انت، انا اسفه جدا، يعني شخصيه ماديه شويه. لكن انا لا خالص، يمكن انا بدي كتير قوي وما باخدش اي حاجه خالص، وده في حياتي عامه، مش بس في الفيديوهات او الاستندات او لا خالص، تمام. فانا بس حابه اقول نقطه، اي حد مهما كان هتخشي عندي هتكتبي لي كومنت هحسي فيه ان انتي بداتي تتدخلي في حياتي الشخصيه، بلوك على طول. لان انا يمكن زمان كنت بستحمل كومنتات مش لطيفه، وكنت بقول معلش هستحمل وكده، لكن للاسف في ناس، يعني طول ما القناه عماله بتكبر، طول ما في ناس للاسف بتخش وبتقول كلام مش لطيف، وبنات قليله الذوق للاسف. فانا اكيد مش هسمح بكده خالص، عندي وستوب، تمام. حابه تتعلمي من الفيديو اتعلمي، مش حابه اطلعي من القناه كلها. الفيديوهات الاستندات مش غلط ان انا اعمل دعايه للمحل، ما دام محل محترم، ما دام محل انا شايفه ان هو بيبيع ميك اب اوريجينال، بيعمل خصومات كويسه لبنات قناتي، وبنات قناتي هتبقى مبسوطه وهي رايحه تشتري واخده خصم محترم، خلاص انا كده مبسوطه وفي قمه سعادتي. باخد فلوس بقى او ما باخدش فلوس، دي حاجه ما تخصكيش نهائي، تمام. فمش عايزه اتكلم في النقطه دي تاني، وانا عارفه ان انا هيجيلي كومنتات، بس زي ما قلت انا لما اي كومنت هيجيلي باسلوب مش محترم، تمام، وفي تعدي زي ما قلت، على طول بلوك، لان انا اكيد ما عدتش هسمح بحاجه زي كده. لان انتوا ما انتوش في قناه اي كلام، لا ده انتوا في قناه واحده محترمه، تمام. فعيب قوي الاسلوب الرخيص اللي انتوا بتتكلموا فيه، وعيب بجد عيب. دي بس كانت نقطه مهمه جدا، ويا ريت محدش يزعل مني يا بنات، بس انا فعلا انتوا لو مكاني وبتشوفوا اللي انا بشوفه هتقدروا اللي انا فيه، انتوا فاهمين؟ لان انا بصراحه عايزه قناتي تبقى فيها ناس محترمه فقط. يمكن زمان كنت عايزه قناتي تكبر عادي زي اي واحده بتفتح قناه وعايزه قناتها تكبر، ما كنتش بفكر مين الناس اللي في القناه، وحشين حلوين، ما كنتش بفكر. بس من 5 شهور او 6 شهور تقريبا بدات افكر انه لا، انا قناتي مش هتلم، انا قناتي مش هيكون فيها اي حد مش محترم هيتعمل له بلوك. انا عايزه قناتي على قد ما اقدر تكون فيها ناس محترمه، ناس شيك، ناس تقدرني، ناس تحبني فقط لا غير. مش عايزه اي حاجه تانية منكم، بس يعني حتى لو انت بتحبيني في صمت، ما بتكتبيش كومنتات، مش مهم، طب انت على عيني وعلى راسي، هو ده اللي انا عايزاه، غير كده مش هسمح، تمام. فيا ريت تكون
يكون كلامي وصل ليكوا يا بنات لو سمحتوا. خلاص بس كده حبايبي، دي كانت حاجه مهمه جدا كان لازم اقولها لكم. خلاص كده خلصت الحاجات اللي كانت في الحوض. وزي ما انتوا عارفيني ان انا دايما بحط الحاجه تتصفى قبل ما احطها مكانها. دلوقتي الساعه 2:15، فيلا بقى بينا عشان نروح نحضر السحور. يلا هنعمل بقى مع بعض السحور. يلا ادي الطعميه. بصوا بقى، انا دايما بجيب الطعميه من بره، بس اوقات بسيطه قوي اللي بجيبها واقليها في البيت، فقلت يلا اكون معاكم النهارده يعني بالطعميه ديت اقليها في البيت بسمه. تمام. انا لسه بصراحه اول مره اجربها، فلما اجربها لو كانت حلوه هسيب لكم تحت في الكومنتات، في اول كومنت ليا هكتبه هقول لكم رايي فيها اذا كانت حلوه ولا وحشه وتجربوها ولا لا. تمام. وانا دلوقتي ولعت على الصينيه اللي هحمر فيها الطعميه. بعد كده هنعمل مع بعض الفول. برضو الفول بجيبه من بره جاهز وكده، وساعات بعمله في البيت اللي هو كده، لان انا كنت شاريه قبل رمضان لو فاكرين في مشترياتي كنت شاريه كذا واحده، فقلت النهارده برضو اعملها معاكم. وبس كده. والملح بقى والكمون وطماطمايه على الفول لو انتي حابه وزيت. بس كده. تعالوا بقى نعمل مع بعض الفول ونقلي الطعميه. بصوا حبايبي، هو ده الفول بعد ما حطيته خلاص. هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه كمون. تمام. بالشكل ده طبعا بقى الكميه اللي انتي حباها وعايزاها. تمام. وبعدين هنحط ملح برضو الكميه اللي انتي حباها، بس طبعا يعني يا ريت ما تكتريش عشان الصيام وكده. وهنحط طبعا زيت. تمام. برضو مش كتير، حلو قوي كده. وهنحط الطماطم. ثواني بس اجيب معلقه عشان ابتدي احط الطماطم. تمام. وهنقلب بقى. بس كده هو ده طبق الفول، مفيش اسهل من كده. طبعا لو انت حابه تهرسيه اهرسيه، لو عايزه تسيبيه زي كده براحتك خالص. تعالوا بقى عشان نحمر الطعميه. يلا بينا. بس كده ادي السحور بتاعي. يا رب بقى تكونوا حبيتوا الفيديو وفكرته بتاعت السحور. لو حبيتوه قولولي وانا هعمل لكم تاني يومي بعد المغرب يعني، او يومي في السحور وكده بيكون عامل ازاي. اشوفكم ان شاء الله على خير. هتوحشوني جدا وبموت فيكم. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وباي باي.